ومعنا من قطاع غزة الصحفي مازن البلبيسي من رفح تحديدا، واللي بتشهد قصف عنيف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي ساعات الليل وفجر هذا اليوم. أخي مازن، صباح الخير. صباح الخير أخوي أبو هيثم، صباحكم جميعا. يا هلا بك يا مازن. يعني متابعين احنا بالليل وفجر هذا اليوم أيضا، يعني قصف عنيف جدا على رفح، تحدثنا عنه، خاصة أنه رفح تكتظ ب1,400,000 نازح فيها موجود. يعني هي كانت ليلة من أشد الليالي على رفح، لم تشهدها المدينة منذ بداية العدوان، 129 يوم بعد 100 من هذه الحرب، تشهد ليلة دامية ومفجعة مثل الليلة الماضية. عشرات، نحن نتحدث تقريبا عن 6 منازل تم قصفهم، منازل مأهولة بالسكان، وكانت تأوي أيضا نازحين. كذلك مسجدين في مناطق يبنى ومنطقة السلطان غرب مدينة رفح تم استهدافهم، والضحايا تجاوزت 60 وممكن الرقم وصل إلى 100، لأنه في لا زال عمليات انتشار جثامين شهداء تحت أنقاض هذه المنازل اللي دمرت بالقصف الإسرائيلي الليلة الماضية. طبعا كالعادة الصورة لا تتغير، المشهد كما هو، الضحايا هم أطفال، هم نساء، هم مدنيين أبرياء. يعني هذا المشهد أصبح يتكرر في كل غارة إسرائيلية. يعني خاصة أنه سمعنا مازن أنه في يعني أحزمة نارية كمان، يعني في رفح كمان بساعة الليل. الليلة كانت مرعبة جدا. الأمر لا يتوقف عن أحزمة نارية، عن قصف، عن استهدافات. إذا رشاشات نيران الطائرات الثقيلة من طائرات الهليكوبتر كانت تطلق النار على بعض الأماكن في رفح، فكان المشهد جدا يعني، والواقع كان ليلة قاسية على الناس في أي أماكن تواجدهم المختلفة في مدينة رفح، خاصة المناطق الشمالية الغربية للمدينة. ولكن أصوات القصف، صوت الانفجارات تشعر وأنها يعني بجانبك حتى وإن كنت تبعد عنها. فالمشهد كان مؤلم جدا، الصورة كانت صعبة. نقل جثث الشهداء، الأطفال، النساء إلى المستشفيات. طبعا احنا ما يعمل في رفح هو مستشفى أبو يوسف النجار، والمستشفى الكويتي هو مركز رعاية أولية بالأساس، أصلا كان قبل الحرب، وتم نصب خيام على بوابة المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، بسبب أن مستشفى أبو يوسف النجار واقع شرق المدينة لا يستطيع استقبال هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين، من المصابين، من الشهداء، من المرضى. يعني قسم الطوارئ في مستشفى أبو يوسف النجار ممكن طول 10 متر بعرض فقط 5 أو 6 متر فقط. يعني نعم، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مازن، جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن انتهاء العمليات يعني في رفح. هل فعلا انتهت أم لا زال طائرات الاستطلاع؟ هو تحدث أبو هيثم عن عملية محددة. أعتقد كان القصف هي عملية تمويه بقدر الإمكان عن عملية ينفذها وحدات خاصة، وحدات مظلية إسرائيلية قامت بالإنزال على أحد البنايات كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تحرير بعض من المأسورين لدى الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح. الحديث الإسرائيلي، الرواية الإسرائيلية التي ينقلها جيش الاحتلال حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن وحدات خاصة قامت بالدخول إلى مبنى، ذهبت إلى الطابق الثاني، فجرت الباب وقتلت 3 من الآسرين، وحررت المأسورين 2. وكما يقول جيش الاحتلال أنه تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى تل الشمير في الداخل وهم بصحة جيدة. هذا كل من القصف الليلة الماضية بالتأكيد لا ينفصل عن العملية التي جرت في منطقة الشابورة، هي واقعة شمال مدينة رفح وبالقرب من المستشفى الكويتي الذي يتواجد فيه التجمع الصحفيين الفلسطينيين. وكان الأمر مربك لزملاء الصحفيين، لا نعرف ما الذي جرى، ما الذي يجري. كنا نسمع أصوات طلقات نار، قصف. فيبدو أن هذه مخطط لها جيدا للفت النظر عن العملية الأساسية لتحرير الإسرائيليين الذين كانوا بقبضة
الفصائل الفلسطينية في المنطقة كما تقول الرواية الإسرائيلية. طيب مازن، يعني إجمالا كيف الوضع الآن في رفح؟ ومثل ما ذكرنا بحوالي 1.5 مليون نازح موجودين في مساحة يعني ما بتسع بشكل عام، يعني كيف وضعهم الآن؟ يعني أول رفح هي تعداد سكانها الأصلي تقريبا 250,000، والربع مليون أصلا هذول الناس قبل الحرب كانوا يشتكوا من البنية التحتية الضعيفة فيها، وما في مستشفيات. كانوا يطالبوا انه مستشفى بيوسف النجار يتم بناء مستشفى يعني اكبر من الموجود، لانه لا يستطيع تلبية احتياجات اهل رفح. وبالفعل كان هناك يعني دعم قطري لبناء مستشفى غرب المدينة، وكان ولا حتى الان في مراحل الاولى المستشفى ولم يتم اكتمال البناء. الواقع الكارثي جدا في رفح. انت تحكي عن هذا العدد الكبير وهذا المهول من النازحين ومن الناس تذهب الى المستشفى، تذهب الى العيادة الاولية، تذهب الى اي مكان، حتى طوابير المياه، الحصول على المياه بطوابير، الحصول على خبز بطوابير كبيرة. يعني تكاد العملية تحصل على ربطة خبز فيها 30 او 40 رغيف بس منك 4 ساعات. نعم. هذا في احسن يعني الحالات، وانت بتشوف نساء واطفال واقفين. هذا عدا عن ابو هيثم في بداية التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح. شهدنا يعني الناس، انت عارف، جربوا مرارة العدوان والقصف، سواء الناس اللي عايشة في مدينة غزة والشمال واضطرت إلى النزوح إلى مناطق الجنوب. الآن أصبحت منذ أسبوع وهي تخلي رفح إلى أين؟ إلى مناطق وسط القطاع. مناطق وسط القطاع تحديدا النصيرات كانت تشهد خلال الأسابيع الماضية عمليات عسكرية، لكن انسحاب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة دير البلح، إلى منطقة الزوايدة. وأصبح حتى بعد هذه الليلة، يعني تحدثنا مع كثير مواطنين الليلة القاسية التي مرت على رفح، هناك تفكير لناس كثيرين. حتى كان هناك ناس يعني أخذوا قرارهم أن ينتظروا بدء العملية العسكرية وينسحبوا أو يتم يخرجوا إلى مناطق أخرى حتى يعرفوا الوجه، لأنه حتى الوجهة عملية إجلاء السكان، الاحتلال الإسرائيلي لم يحدد هذه الوجهة. هل الوجهة نحو شمال غزة، نحو مدينة غزة والشمال، أو كل يعود إلى مسكنه، أو أيضا انتهاء العملية في خانونس ويعود أهالي خانونس إلى خانونس، أم أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب مجازر ضد المدنيين، يفاجئهم بعملية عسكرية كما جرى قبل 3 أسابيع أو 4 في منطقة غرب خان يونس، هذه المنطقة التي كان يدعو فيها السكان للتوجه إليها والنزوح بشكل مفاجئ دون سابق إنذار. اقتحم المنطقة، توغل فيها، أطلق قذائف وارتكب مجازر في مراكز إيواء، ارتكب مجازر بحق الناس الذين يسكنوا في الخيام. أيضا في منطقة جامعة الأقصى اعتدى على الناس هناك. كذلك حصار مستشفى ناصر، الآن الحصار الذي يتعرض له مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خانونس في تكرار لسيناريو حصار مستشفى القدس في مدينة غزة في حي تل أبيب. الحالة جدا كارثية، الناس في قلق شديد. إلى أين سنذهب؟ السؤال الناس إلى أين سنذهب؟ والناس سئمت. حالة النزوح، من نزوح إلى نزوح، من نزوح إلى نزوح. تخيل أنه ناس نزحت 10 مرات 20 مرة من مكان إلى آخر، يتنقلوا بعيدا عن القصف. وفي النهاية للأسف هذا القصف وهذا الاستهداف وعمليات القتل والمجازر والجرائم تلحقهم أيضا في أماكن نزوحهم. كل الشهداء الذين سقطوا يعني الليلة جيش الماضية الاحتلال باستمرار كان يقول انه المكان الامن الجنوب. الان الجنوب بدا يعني ينفذوا فيه عمليات وين يروحوا الناس زي ما تفضلت، يعني ما فيش مجال الرجوع الى الشمال او الوسط، لانه كمان الوضع مش سهل هناك. الشمال أبيدت، لا يوجد بنية تحتية في الشمال الناس ترجع إلها. لذلك يبدو لا نعرف بماذا يفكر نتنياهو صراحة. هل يريد الدفع بالناس إلى نحو سيناء ويخاطر بعلاقته مع مصر، أم فعلا يريد إرجاعهم إلى الشمال أو يوضعهم في منطقة الوسط؟ حتى أصبح جيش الاحتلال يلحن أصلا
بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة وسط غزة تحديدا، ولم يسميها، ولكن المنطقة المتبقية له أن ينفذ فيها عملية عسكرية هي منطقة دير البلح التي تأوي نازحين. هي الآن في قطاع غزة منطقتين، دير البلح ورفح. هذه المنطقتين يتكدس فيهم النازحين، وهذه المناطق أصلا لم تكن بعيدة وفي مأمن عن القصف والاستهدافات الإسرائيلية. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لجيش الاحتلال، الاستهدافات في كل مكان، ولكن ربما حدتها تقل في تلك المناطق. لكن أيضا خلال العشرة أيام الأخيرة كان الملاحظ أبو هيثم أنه دير البلح ورفح يتكثف فيهما القصف والاستهدافات وعمليات القتل والتدمير الممنهج لمنازل المواطنين، واستهدافات ممنهجة، يعني منازل مربعات سكنية يتم قصفها في آن واحد في رفح، في دير البلح عدد من المنازل يتم قصفها، والنتيجة واحدة هي سقوط ضحايا طبعا بالتأكيد هم مدنيين. نعم. طيب مازن، يعني مثل ما تفضلت وذكرت، يعني المستشفى الكويتي هو أصلا ما كان يكفي قبل الحرب يعني لسكان رفح، وبالتالي مستشفى أبو يوسف النجار الكويتي هو مستشفى رعاية أولية للعلاج. يعني انت مركز صحي اولي يعتبر يعني. ايوه مركز صحي، تاخذ علاجك، تشوف طبيب، تراجع فقط، يعني مش. لا انا بسأل يعني حاليا، يعني هل بتحمل يعني يعني استقبال اصابات من بعد امبارح ما صار بالليل او من الفجر؟ مستشفى ابو يوسف النجار الواقع شرق رفح. نعم. الجرحى كانوا على الارض ملقى، لانه حكيت لك انا قسم الطوارئ في مستشفى ابو يوسف النجار يعني طوله يدوب 12 متر بس بعرض 6 امتار، يعني في حوالي 7-8 اسره فقط. يعني انا بقصد مازن بعد اذنك، يعني رفح فيها بس مستشفى النجار والمركز الصحي الاولي الكويتي، خلينا نسميه المستشفى الكويتي هو مركز صحي تخصصي. تم مع الحرب تم نصب عمل يعني اقسام طوارئ، يعني ابتكار اقسام طوارئ بخيام. نعم. داخل خيام، وجدوا خيام المستشفى الكويتي حتى يخفف العبء على مستشفى ابو يوسف النجار. بالامس كان القصف قريب من المستشفى الكويتي. المستشفى ابو يوسف النجار مسافته اطول، ولكن تم نقل الشهداء معظم عفوا صح، معظم الشهداء والجرحى الى مستشفى الكويتي، لانه القصف كان في مناطق غرب وشمال مدينه رفح في معظمه، وبعض المناطق في المنطقه الشرقيه التي تحيط في مستشفى ابو يوسف النجار. هو مسؤول القطاع الصحي في رفح يعني اعتقد كان هناك اتفاق الاصابات الاستهدافات في المنطقه الغربيه ينقلها الى مستشفى الكويت، وفي منطقه الشرق ابو يوسف النجار، ولكن المستشفى لا يستطيع اجراء عمليات. حتى مستشفى ابو يوسف النجار لا يوجد فيه جهاز رنين مغناطيسي، لا يوجد فيه جهاز تصوير السيتي. كان بالاساس قبل الحرب اي حالات مثلها تحتاج لتصوير رنين مغناطيسي وما شابه ذلك يتم تحويلها الى مستشفى ناصر في خان يونس. مستشفى ناصر الان محاصر، لا يستطيع احد الوصول اليه. يعني انت مثلا ان تجيك جريء عنده نزيف، انت لا تعرف اين مكان النزيف، تحتاج الى رنين مغناطيسي او صوره سيتي. لذلك يترك للموت، لانه الطاقم الطبي لا يستطيع تحديد طبيعه او مكان هذا النزيف لهذا الجريح او هذا المريض او اي مرض اللي يحتاج لمثل هذه الصور. فالامر كارثي وصعب جدا في رفح وكل مناطق قطاع غزه. الاحتلال الاسرائيلي توغل في غرب المدينه، غرب مدينه غزه، خلال الاسبوعين الماضيين، انسحب، والمشهد كان كارثي. بعد الانسحاب مزيد من الدمار، رغم انه هذه المنطقه كان قد توغل فيها سابقا. مزيد من الدمار، مزيد من القتل، ان يقتل الناس في مركز ايواء تابع للأونروا في منطقه الصناعه. الناس اخرجوا جثث من الشوارع ومن مراكز الايواء، ومعظم هؤلاء الشهداء كانوا يصابوا برصاص قناص ورصاص اسرائيلي، ليس بتفجير او ليس بصواريخ. نعم. ما يعني التعمد للقتل لهؤلاء الناس. اطفال جثثهم في الشوارع في كل مكان موجوده كانت في منطقه غرب غزه. طيب اخوي مازن، السؤال الاخير لحضرتك، يعني وانت في رفح، يعني هل هناك مجال لادخال المساعدات خاصه بعد العمليه الاخيره؟ حتى الان موضوع المساعدات، اول شيء العمليه كانت بعيده عن معبر رفح وبعيده عن معبر كرم أبو سالم. من المتوقع انه
عملية الليلة لم ولن تؤثر على عملية إدخال المساعدات، ولكن أريد أشير ملاحظة: معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوعين الماضيين كان شبه مغلق، لأنه كان في احتجاجات من الجانب الإسرائيلي، الإسرائيليين مستوطنين يرفضوا إدخال المساعدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية قامت بتفريقهم من تلك المنطقة وإبعادهم، وبالأمس دخلت أول شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم، هي شاحنات تجارية. سلمكم الله أخي مازن وحماكم الصحفي مازن بلبيسي، كنت معنا من رفح بقطاع غزة. شكرا يا مازن وبالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله، تحياتي.